كريم حسن شحاتة مقدم برنامج كورة كل يوم، بنرحب بيك على زمالك دوت كوم. كل سنة وانتم طيبين واهلا وسهلا بيكم ولكل الزملكاويه. كريم، الحوار هيبقى ساخن شوية في البداية كده. كريم أهلاوي ولا زملكاوي؟ عيب السؤال ده. السؤال ده عيب جدا. طبعا انا متربي في نادي الزمالك ومولود في نادي الزمالك يعني مش عايز ابالغ، لكن مفيش حد زملكاوي قدي، خلي بالك. تمام. بس الناس بتخلط شويه ما بين الشغل تمام. وما بين العاطفه والكلام ده. تمام. ليه دايما يعني من خلال برضه يا زمالك او كل الزملكاويه شايفين ان كريم متحامل لا، على مش كل الزمالك الزملكاويه. شويه؟ بص، معظم الزملكاويه يعني. بص، لازم الناس تفرق يعني. تمام. دلوقتي انا راجل زملكاوي وكل حاجه، لكن لازم اكون على الشاشه محايد. تمام. لازم اقول الايجابيات هنا ولازم اقول السلبيات، ما ينفعش اطلع اقول ايجابيات بس. الناس لازم تتقبل ان انا راجل مش طالع، انا راجل زملكاوي طالع على الشاشه، لا، انا راجل مقدم برامج، عندي اخبار بقولها. ممكن تبقى اخبار سلبيه والناس مش عايزاها تطلع، بس انا ده انفرادات ليا سواء تمام. في الاهلي في الزمالك، وحصل كتير يعني. انا ما مش مثلا الناس فاكره ان انا بطلع اقول على الزمالك بس او هو كده. دي يعني طبعا السنه اللي تعتبر. فاتت يعني طلعت قلت على الاهلي ان كابتن حسام بدري ماشي ورايح ليبيا وهيسيب النادي الاهلي، ما كانش حد يعرف الموضوع ده والدنيا اتقلبت عليا في النادي الاهلي. تمام. قلت ان صابر رحيل مضى في النادي الاهلي وبعد كده تم اكتشاف ان هو مضى في النادي الاهلي. تمام. السنه دي قلت قائمه المستبعدين في النادي الاهلي ما كانش حد يعرفها خالص. قلت على خوان كارلوس جاريدو المدير الفني. اي انفراد عندي اهلي زمالك هقوله، معلش يعني. تمام. يعذرني الناس يعني، سواء زملكاويه هو مش أهلاوية. موضوع انفراد، هو يعني بعض الزملكاويه عشان ما نقولش آه. كلهم، مش موضوع انفراد او ان كريم مثلا بيقول اخبار الزمالك، او موضوع انهم شايفين مثلا ان ممكن كريم احيانا بيتحامل على في إيه؟ الزمالك شويه، يعني على هل ميدو بقول حاجه مثلا. غلط؟ لا بالعكس، ميدو صديقي وهو كان زعلان في فتره، مش هقدر اضحك عليك وكده، وبنتكلم على طول. وهو كانش زعلان من كريم يعني، كان زعلان من حد عند كريم في البرنامج ممكن تمام. يطلع بينتقده بشده، لكن كريم دايما خلي بالك لما بيجي ينتقد باحترام في اطار المسموح به في اطار الشغل. تمام. عمري ما بتعدى حدودي. تمام. لكن هو في بعض الزملكاويه فاكرين عشان انا زملكاوي فهطلع، لكن انا اعلامي، انا مش طالع، انا مش يعني معلش ما تزعلش مني، ما بشتغلش في قناه الزمالك او في قناه الاهلي، انا بشتغل في قناه النهار، قناه محترمه. تمام. والمشاهد ليه حق عليا، لان لازم اطلع اقول معلومه صح. في ناس بتقول ساعات في توقيت يا كريم بلاش تقول الاخبار السخنه او الاخبار اللي تعمل مشاكل، بس لازم اقول. يمكن كان في بص، حاله. انا عايز اقول لك حاجه، اديك مثال. ايام كابتن حسن شحاته لما كان ماسك الزمالك تمام. كنت بطلع اقول اللي بيحصل جوه الفرقه وكذا وكذا، وكنت انا في المطبخ تمام. وفي حاجات المفروض ما تتقالش كنت بطلع اقولها. بحترم تمام. شغلي وبحترم المشاهد. تمام. وهفضل بنفس الاسلوب ده يعني، سواء الاهلاويه. بس انا اقابل ناس في الشارع يقول لك ايه، اهلاويه يا عم كريم خف على الاهلي شويه. اه. حاضر. يا عم كريم زملكاويه خف على الزمالك شويه، حرام عليك. هو شغلي كده. تمام. يمكن يعني مش كان هترضي كل الناس، بس انا برضي ربنا وبطلع اقول اللي انا شايفه او المعلومه اللي عندي صح. يمكن كان اخر حدث مثلا الزمالك كانوا غضبانين شويه ان الزمالك ممكن بيفكر يستغنى عن محمد شعبان وابراهيم صلاح. طلع الزمالك نفى وطلع اللعيبه نفت، يمكن طيب. دي بتخلي شويه فاكر لما طلعت قلت انا قبل كده احمد جعفر هيمشي من نادي الزمالك صحيح. من 3 4 شهور. تمام. والزمالك طلع نفى. تمام. صح ولا مش تمام. صح؟ وانت قلت الزمالك ممكن ينفي او اللعيبه ممكن تنفي. طلعت قلت خبر عن نور السيد من شهرين، قلت له مش هقدر اقوله دلوقتي عشان يعني الفرقه كانت في دوره رباعيه وحافظ على الاستقرار، وقلت لهم بس هقول لكم يعني خبر عن نور. الناس طلعت شتمتني، وميدو طلع مع كابتن خالد غندور قال نور ما اقدرش استغنى عنه. تمام. نور بره الزمالك، وده كان الخبر عندي، وكان ساعتها النادي الاهلي بيفاوضه. تمام. قلت عبد الواحد السيد هيبقى ده اخر موسم ليه. تمام. وانا بقول المعلومه اللي عندي. تمام. جات لي معلومه من داخل مجلس اداره النادي الزمالك. خلي بالك انا برضو معلوماتي، ما عندي فريق اعداد، مش كريم بس اللي بيجيب المعلومه. انا عندي صحيح. فريق اعداد صحفيين ليهم معلومات ومصادر والكلام ده، فبيجيب لي معلومه ليه ما اقولهاش. ده انا عندي السبت يعني. لسه اول امبارح قلت سيد معوض هيمشي من النادي الاهلي. صحيح. صحينا النهارده الصبح ان سيد عوض بره النادي الاهلي. قلت احمد رؤوف وسيد حمدي من حوالي اسبوعين. احمد رؤوف وسيد حمدي واحمد شكري شديد إنهم. وشديد إناوي، ما كانش حد يعرف موضوع شديد، وحصل استياء داخل النادي الاهلي. ازاي المعلومات دي اتسربت لكريم شحاته؟ تمام. بس ربنا بيكرمني الحمد لله. تمام. السنه اللي فاتت قلت فييرا راح مضى في الكويت في مباراه وديه مع الزمالك لما كانوا بيلعبوا والناس الاتحاد الكويتي طلع كدبني وقال لا مفيش الكلام ده، وفييرا احنا ما فوضناهوش، وعشان ينيموني قال لك لا احنا بنفوض حسن شحاته. قلت لهم لا، فييرا مضى، واصريت على عشان عندي معلومه. صحيح. وعندي حد قال لي في الاتحاد الكويتي ان فييرا مضى. تمام. بعديها قلت 30/6 بعد ما عقده يخلص الزمالك فييرا هيعلن بشكل رسمي. 3/7 فييرا اعلن له. يعني فانا ما عنديش مشكله مع حد. كريم حسن شحاته بيؤكد ان برضه الزمالك بيفكر في الاستغناء عن ابراهيم صلاح لا محمد بص، شعبان. انا قلت ايه؟ ابراهيم قلت صلاح لو حاجة. حسني عبد ربه جه. انا قلت ابراهيم صلاح زعلان. بص الناس برضو بتاخد الكلام بطريقه مختلفه. انا قلت ايه امبارح في البرنامج؟ قلت ان ابراهيم صلاح زعلان عشان ما تأيدش في القائمه الافريقيه. تمام. ويعني مش عامل مشاكل، بس زعلان جدا وساير والكلام ده. وده خلى الناس في مجلس الاداره يزعلوا.
وفي كلام مع حسني عبد ربه، وحسني عبد ربه ممكن ينضم نادي الزمالك، ممكن ابراهيم صلاح من ابراهيم صلاح زعلان قوي. تمام ده المعلومه اللي عندي. تمام. وقلت ان محمد شعبان، ما قلتش مشي، قلت ان الناس بتفكر بنسبه كبيره عشان في عدد زياده من اللاعبين يمكن في القايمه بتاعت السنه اللي جايه ومفيش مكان، احتمال. ما قلتش، ما اكدتش، ما قلتش تمام. امشي. ايوه تمام. بس لغايه دلوقتي الكلام ده بس شغال. يعني اللي زعل الزملكاويه شويه ان ابراهيم صلاح قال طب ليه بالنص الزملكاويه ما كده. افتكرتش لما قلت ان الزمالك بيفاوض محمد كوفي وهيشتريه؟ ليه ما قلتش ان ايمن حفني خلاص في لا هو الزمالك؟ اللي يعني اللي اغضب الصفقات بعض دي كلها ما الزملكاويه، الحمد لله انفردت بيها. اللي اغضب بعض وخالد قمر قلت ان الزملكاويه. هو ماضي في الزمالك، فاكر قبل كده ولا والانفراد الجديد ده مفيش حاجه جديده والله؟ لسه يعني لسه مفيش حاجه. لا بس هو اللي اغضب الزملكاويه شويه ان ابراهيم صلاح كان قبل ما تطلع في البرنامج قال بالنص كده انا مش ما عنديش مشكله ان انا ما اتأيدش طيب وهشجع ما انا بقول لك، انا الزمالك اديتك امثله قبل كده، وساعات اللعيب او المسؤول في النادي في تصريح ما يقدرش يقوله. تمام. يبقى انا عندي المعلومه، وممكن خلي بالك مش لازم معلومتي تبقى يعني كل المعلومات صح، ممكن حاجه تفلت أكيد طبعاً، مني يعني، بالظبط. مش قرآن يعني، استغفر الله العظيم، مش قرآن يعني. صحيح. فلكن الحمد لله ربنا بيحاول يعني، بحاول انا اراعي ربنا او ضميري في المعلومات اللي عندي، وما بطلعش على الشاشه غير لما اكون متاكد. ولو انا مش متاكد بطلع اقول في البرنامج كده: يا جماعه انا عندي معلومه بس مش مؤكده، او احتمال يحصل حاجه لو حصل كذا. لكن لو اكون مؤكده بصر وبقول، حتى لو حد طلع بقول لهم لا يا جماعه الكلام اللي انا بقوله كذا، وبعد فتره بتلاقيه الحمد لله بيتنفذ. تمام. رسالة كريم للزملكاويه. انا بموت في الزمالك، عشان الناس اللي بتقعد، يا جماعه انا مولود في نادي الزمالك، وابويا حسن شحاته، ومثلت نادي الزمالك في الناشئين، وطلعت فريق اول فتره بس ما لعبتش ماتشات رسميه. اتربيت جوه نادي الزمالك، وصحابي كلهم زملكاويه، وشغلي دلوقتي لازم اشتغل بالطريقه دي. لو اشتغلت لصالح الزمالك بس هفشل. كريم ما بيحاربش الزمالك. ليه؟ حارب الزمالك؟ لا يعني قول لي انا إيه يعني السبب؟ بص انا بتكلم بلسان جمهور دلوقتي. ليه؟ ما انا اديني بسالك سبب انا خليني بسالك مثلا. يمكن برضه الناس بتربط ان ممكن ميدو المدير الفني للزمالك وكان في خلاف قديم بينه وبين الكابتن حسن ايه شحاته. كان بخلاف ميدو؟ فده طب اقول لك حاجه بحكم والناس إن- عارفه، مم. كان كريم حسن شحاته كان من الاسباب الاكيده ان ميدو يبقى في نادي الزمالك، والكابتن حسن شحاته مدير فني. تمام. لان انا كنت يعني حلقه الوصل ما بينهم هما الاثنين، وهديت الامور والامور مشيت، وميدو تم قيده في نادي الزمالك ايام كابتن حسن شحاته. ما عنديش مشكله، وبالعكس ده انا ميدو عايزه ينجح. بس انا في الاول كنت معترض ان ميدو يمسك الزمالك في التوقيت ده. انا كنت عايزه ياخد خبره سنتين كمدرب عام او يمسك فرقه صغيره، ولكن خلاص الامور مشيت، وانا بساند ميدو معايا على التليفون على طول، سواء في البرنامج او في بشكل اسال شخصي. ميدو، قول له كريم شحاته قبل كل ماتش في الكاس كان بيبعت لك ايه على الموبايل رساله الصبح: تمام. جود لك النهارده ان شاء الله بالتوفيق. ما عنديش مشكله، بس الناس بتاخدها في حته حساسيه. ما الاهلاويه بيعملوا كده برضه، تمام. يطلع يقول لك يعني مثلا لما قلت على موضوع كابتن حسام البدري السنه اللي فاتت وصبري رحيل، قناه الاهلي تلاقي ناس بتشتمني، وبعدين يطلعوا بعد كده يحصل اللي بيقولوا، يطلع احنا اسفين ومش عارف إيه، او يتجاهلوا. تمام. فانا ما عنديش مصلحه، انا عايز اشتغل وعايز انجح، مش على حساب حد، بس ما دام عندي معلومه هقول. تمام. كريم بنشكرك وكل سنه وانت طيب. الله يخليك.